يعني أشكر الهيئة المنظمة لهذا اللقاء التاريخي الذي نتمنى إن شاء الله أن يكون فاتحة على جديد على أولاد زايد بصفة خاصة وعلى الجزائر بصفة عامة، لأن احنا الجزائريين والجزائر نطمح إلى شيء وهو استقرار البلاد وأمنها وبنائها والدفاع عنها كما فعل أسلافنا الأولون رحمه الله. هنا في هذه المناسبة أنا أحس بجديد الأمل ودافع السرور لأنني ألتقي بوجوه طيبة، وجوه كريمة، وجوه فيها علماء، وجوه فيها مثقفون لهم غيرة على هذا النسل الشريف وعلى هذا الأصل الشريف، أرادوا أن ينفضوا الغبار على هذا وإماطة اللسان عن هذا الأمر ليبينوه وليظهروه للناس، ولكن الهدف دائما يبقى من باب التعاون. يا الله سبحانه وتعالى يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذه المناسبة نهني بعضنا البعض على ميلاد هذه البلدة الجديدة والتي تمنى لها من صميم الفؤاد النجاح والتوفيق والمشي قدما كما قام أسلافنا بأعمال كثيرة لا حصر لها. نرحب كذلك بإمامنا الفاضل شيخنا في بويسم الطاهر في بويسم المعروف من السادة الكبار ومن الكبار، نقول خير وسهلا بك. نرحب كذلك بشيخنا المجاهد والمناضل الوطني الغيور. نرحب كذلك برجال الامن والسيد رئيس المجلس البلدي بالجلبه واسره المذهب الوطني او مذهب الجلبه على استضافتنا وعلى توفير لنا اليوم المناسب، وعلى كذلك في ابراهيم الناصر الذي اراد ان يجمع شملنا وان يجعل نقول يدا واحده ان شاء الله في بناء هذا المستقبل الذي نريده. كذلك كنت لي ان ننوه بمجهود الدكتور ناصر الذي نسق هذا العمل مع ابراهيم ولدينا من جميع الولايات. نشكره كما تشكر فيه شيوخنا الافاضل الذين ربما